السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ متابعين قناتي اللي بيشجعوني، اللي دايما بيفرحوني وبيحطوا لايك للفيديو بتاعي، وكمان اللي مش مشتركين ياريت يشتركوا في قناتي المتواضعة. هتقولولي انت جايبة مين؟ هقول لكم جايبة لكم سوزي اللي طلعت في لايف وشتمت أبوها، والفيديو انتشر والمحاميين قعدوا يقولوا احنا نرفع قضية على سوزي، احنا نشتكي سوزي لازم تخش السجن، وازاي تعمل كده؟ ده هتعلم ولادنا قلة الأدب. ده ايه ده الفيديو المسيء لأبوها ده؟ وما ينفعش كده. أبوها بقى طلع بنفسه وقال يا جماعة بنتي وانا اللي نرفزتها وانا اللي ضايقتها، وما ينفعش ان بنتي ان انتوا تتكلموا عليها، انا السبب في ان انا نرفزتها وطلعتها عن شعورها. هو كان ايه اللي حصل؟ لما سوزي قاعدة مع ابوها فبتقول له فين 50,000 جنيه بتوعي اللي انا عيناهم؟ قال لها اديتهم لعمتك سلف. قالت له سلف ليه؟ هو انت ما بتشتغلش ليه؟ وانت كنت بتجيب لي علشان تاخد مني؟ انا اللي بصرف على اختي التعبانه وبصرف على نفسي، وانا مريضه نفسيا وعايزه اتعالج، وانت تعبني نفسيا، واختي المريضه المعاقه ذهنيا عايزه تتعالج. بتاخد فلوسي اللي انا شقيانه فيها وقاعده على التيك توك، والناس ليا داعمين وبدوني فلوس علشان اتعالج واختي تتعالج وعيش حياه كريمه، بدل ما انا عايشه حياه بؤس وفقر معاك. وكلام قالته خرجت فيه عن شعورها للأسف وهي تعبانة وغضبانة. هتقولوا لي يعني انت راضية ان هي تشتم ابوها الشتايم دي؟ انا ما مرضاش ان اي بنت او ابن يشتم ابوه او يعمل كده، لكن كل واحد ليه ظروفه اللي نقدر نتكلم على الظروف دي. ايوه هي قاعدة على التيك توك عايزة تحسن من مستواها، عايزة تعيش حياة كريمة بطريقة كويسة، لان ابوها مش ما بيعملش حاجة. هقول لكم بقى حكاية الفار دي. سوزي بتقول وانا داخلة المطبخ لما اجي افتح النور يفضل كتير قوي على ما يفتح، اول ما النور يفتح ابص الاقي الفار واقف على الشفاط. مرة في التانية قلت بعد كده صورت الفار، وحتى اسأل ماما، واتصلت على مامتها وقالت لها ايه رأيك في الفار اللي في المطبخ؟ مش احنا عندنا فار؟ قالت لها عندنا فار. قال لها طب انتي يا سوزي تتمني ان تتجوزي غني ولو جالك فقير هتوافقي بيه؟ قالت لو جالي فقير هوافق بيه، ما انا اصلا عايشة الحياة الفقر، احنا اساسا مادياتنا وحشة، ده اللمبة ما بتتفتحش، شفاط المطبخ ساكن فيها فرة وفر وولادهم. بتقول اكتر ناس قريبين مني هم اللي بيعايروني بسبب حزني وضيقتي. ده واحدة قريبتي بتعايرني بتقول لي يقرع لما كان شعري بيقع. صاحبتي بقالها 5 سنين وعندها عيد ميلاد وقالت قلت هتعزمني، قالت لي لا انا مش هقدر اعزمك، انتي ليكوا اخت مجنونة. من ساعتها ولحد دلوقتي انا خسرت صاحبتي دي عشان خاطر اختي، وعمري ما هنسى كلام اي حد جه علي. حتى اهل ماما لما بيجوا لها البيت يقولوا لها لو جيت لنا ما تجيبيش بنتك مي معانا، اللي هي اختي مي ذوي الاحتياجات الخاصة. انا عارفة الناس دي بتشوف فيديوهاتي دلوقتي، عايزة اقول لكم ان احنا زمان ما كناش كده، دلوقتي انا وصلت لحلمي اللي انتوا ما تصدقوش ان انا هبقى فيه. وعايزة اقول لكم ان ضفر اختي برقبة كلكم. انا اختي اهم حد عندي في الدنيا، اختي دي اهم من اهلي، واللي ملوش خير في اخته او في اللي منه ملوش خير في حد. خيروني بين اختي واهلي اختار اختي، لان هي حد عمره ما هيتعوض، وبالذات اختي مي من ذوي الاحتياجات الخاصة. انا عندي اختي مودة الصغيرة تتعوض، ومي راحت مني. اصل مي اللي على لسانها وقلبها بتقول مش بني ادم زينا كده، احنا بشر بتوع حوارات وكده، لكن مي دي بتاعت ربنا، احنا نألف نكذب، ما احنا مش ملايكة بنعمل كل حاجة زي البشر. مي واللي زيها من ذوي الاحتياجات الخاصة أتمنى ربنا يعطيهم العمر الطويل. مي دي أختي كل حياتي، إذا كنت بتعب وبجيب فلوس وبقعد على التيك توك فعشان خاطر أفرح أختي مي. نفسي تعيش في حياة تانية، نفسي يبقى يكون عندنا شقة حلوة زي الناس والبيت مفهوش فيران. أنا ماليش في الدنيا غير مي، يا ريت الناس تسيبني في حالي، والمحاميين اللي عايزين يعملوا عليا منظر حرام عليكم،
انتوا مش عايشين عيشتي، ولا عندكوا اخت زي اختي مي اللي انا بحبها وبخاف عليها ونفسي ربنا يعطيها العمر واقدر احميها. اللي بقى عايز يدخل سوزي السجن عشان خاطر اتعصبت على ابوها وشتمته، ابوها بيقول لكم انا راضي وملكوش دعوة بيها، هي عارفة بتعمل ايه، كفاية بوسها وحضنها لاختها، كفاية احتوائها لاختها التعبانة المريضة. حرام عليكم.